السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لايك بقى وشير واشتراك في القناة اللي لسه ما اشتركش معانا، ويفعل الجرس على كلمة الكل عشان اي حاجة بننزلها يوصلكم اشعار بيها. يا احلى متابعين في الدنيا، كل سنة وكل حضراتكم بألف خير. وزي ما متعودين معانا كده كل سنة بنعمل مع بعض الكحك والبسكوت. واول حاجة كده بدأنا بيها الكحك. دايب دوب كده يا حبايبي زي ما انتوا شايفين، وناعم وطعمه جميل. كحك زمان كده بتاع امهاتنا وجداتنا، الكحك الجميل شايفين، ناعم كده ودايب بيدوب كده في البق دوب. وشايفين كده شكله عامل ازاي، جميل جدا. عاملين كذا نقشة وهننقش كده مع بعض برضو، ممكن تعملوا النقشة اللي انتوا عايزينها. شايفين الجمال وشايفين الحلاوة، شايفين الرسمة كده ثابتة عليه كده، ما اختفتش ولا اي حاجة زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. شايفين كمان التسوية، وعاملين كده كذا شكل كده يا حبايبي. شايفين الجمال والحلاوة، شايفين كمان الصينية دي، الله على الجمال. كده يلا بينا بقى كده حبايبي، هو مكوناتنا عندنا. هنعمل مع بعض كيلو كده ايه من الدقيق. إيه عشان ايه؟ نشوف كده الحاجة اللي احنا مستخدمينها كده إيه نوعيتها كويسة. نشوف الملبن او الحلاوة اللي احنا مستخدمينها، عشان بتبقى فيه كده حلاوة بتشد في الكحك. فقلنا كده ايه نجرب كده او نعمل في كيلو. عندي برضو كده كيلو من الدقيق للكحك والبسكوت بنخله زي ما انتوا شايفين كده طبعا. بس ايه، واحنا بقى بنفضيه تفضى ايه الكيس كله واحدة واحدة كده. هو نعمل بايديا كده عشان ننزل الدقيق، لازم كده ننخله برضو عشان تبقى الدقيق داخله كده هوا، وتبقى الكحكاية حلوة معانا وخفيفة. ننخل برضو كويس كده زي ما انتوا شايفين يا حبايبي، واحدة 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 كده مع بعض، ونشوف المقادير. طبعا بقى الكحك كده بيكون بقى عايز ايه؟ ايادي. عموما الكحك والبسكوت بيكون عايز ايادي، يعني يكون ايه حد كده مثلا بيعمل معاكي، عملتي كمية بيبقى فيه كذا ايه، زي بيوتنا المصرية الجميلة كده، وزي ايام زمان كده، ايام جدتنا كده وامهاتنا برضو. اما كنا بقى كده ايه حوالين الطبلية ونبقى فرحانين ونعمل الكحك والبسكوت. بندخل كده الدقيق اهوت، ده كيلو من الدقيق. هننزل برضو ببقية الكمية معايا اهوت يا حبايبي زي ما انتوا شايفين. مكوناتنا بسيطة مفيهوش تفاصيل كتير جدا. وهنعمله الكحك ده طبعا بالسمنة البلدي، ممكن تستخدموا سمنة نباتي عادي خالص. يبقى كده نخلنا الدقيق. هننزل كده معانا كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر، معلقة صغيرة من البيكنج باودر او كيك شيف. ننزل بيها كده ايه على الدقيق. معلقتين من السكر البودرة، يبقى نزلنا بالبيكنج باودر والسكر البودرة. هننزل طبعا السمنة كده ايه حبايبي مسيحينها، يعني ايه سيحناها كده بس زي ما انتوا شايفين كده. هننزل بيها إيه على الدقيق، بس بنقلب كده او بنخلط السكر بالبيكنج باودر. ننزل كده بقى بالسمنة، وما ننزل بالسمنة هنقلب بقى بالمعلقة. نقلبها بالمعلقة الاول، وبعد كده بقى ايه نبس الدقيق بالسمنة كويس. لايك وشير بقى يا حبايبي، يا احلى متابعين في الدنيا. هنا طبعا الملبن بتاعنا هنضيف عليه اللي احنا هنحشي بيه الكحك. وعندنا هنا مكسرات، ممكن تلغوا المكسرات عادي خالص، وممكن تضيفهم على الملبن كوباية معلقتين كده من السمسم ولا حاجة. والملبن ضفنا عليه معلقة كده من السمنة او معلقة من الزبدة، قطعة كده حلوة، ونعجن بقى بيها الايه الملبن. عندي كمان المكسرات اهيت على جنب، زي مكسرينها كده زي ما انتوا شايفين. وبقلب هنا الكحك بالسمنة، بقلبه كده بس الاول، وبعد كده ايه هبس بايديا. اهم حاجة يا حبايبي في الكحك البس، زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. وده طبعا ربع كوباية لبن ضفت عليها كده الخميرة، حوالي معلقة صغيرة كده من الخميرة الفورية.
وهنبس كده. بصوا طبعا هفضل ابس وهفصل كمان عبال ما نبس كده. اهم حاجة البس عشان ناخد كحكة حلوة وناعمة وحلوة كده. نفضل كده نبس حوالي كده تلت ساعة. كل ما بسينا كل ما خدنا نتيجة حلوة. شايفين؟ نبس كده بايدينا. بصوا الجمال. مستمرية برضه اهوت في البس. يلا بينا بقى ايه. هنا طبعا كانت حماتي هي خدت بقى كملت بس، وهتكمل بقى ايه عجن الكحك اهوت. طفيت ربع كوباية اللبن على الخميرة وهتكمل عجن هي. ده طبعا بعد ما بسينا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسينا كده اهوت يا حبايبي، او خلطنا كده الايه الدقيق عندنا برضو هنا كوباية الا ربع من المية، او ضفنا كده كوباية وربع من المية. وهنا طبعا بنعمل بقى العجينة كده كورناها وايه عشان نشوف هي العجينة يعني. واحنا بنعجن نشوف العجينة، بنكور واحدة كده ايه نشوفها العجينة حلوة معانا ولا لا. وبعد كده بقى كده يا حبايبي بنجيب بقى كيس عشان ايه العجينة ما تنشفش معانا. كيس نغطي بيه العجينة طول ما احنا شغالين. ناخد كده ايه قطعة قطعة ونشتغل بيها. وعندنا كمان البصامة والمنقاش عشان نعمل بيه. شايفين البصامة وادي المنقاش بتاعي. طبعا البصامة لو انتوا مثلا مستعجلين سريعة جدا بتعمل بسرعة، بس الصراحة رسمة المنقاش بتكون احلى. هتشوفوا معانا كمان هتشوفوا واحنا بنعمل بالبصمة، وهتشوفوا الايه المنقاش. بناخد بقى كده ايه قطعة من العجينة ونحشيها. إيه ناخد مثلا الملبن معانا كده وفيها كده ايه حتة مكسرات، ونحشي الاتنين كده مع بعض. شايفين دي كده ايه البصامة هي يا حبايبي. اقربها لكم كده من الكاميرا. بصوا دي البصامة. هتشوفوا كمان شكل المنقاش معانا، وهتشوفوا كمان وانا بنقش. البصامة دي اللي عايز يخلص بسرعة. هتشوفوا بقى كمان واحنا بننقش. كنت بقى هنا ايه مستنيه اخد الكحكه عشان انقش. بصوا بقى بننقش ازاي. في كذا نقشه وهنقش كذا ايه نقشه معاكم. وفي كمان نقشه كده بتبقى جميله اللي هي فرع الشجره دي جميله جدا ورسمتها حلوه. بصوا الرسمه. الله على الجمال. لايك وشير بقى يا احلى متابعين في الدنيا. بصوا الرسمه دي. ادي واحده كده كمان اهي. دي طبعا فرع الشجره بالرسمه دي جميله. بصوا الرسمة دي برضو كده بعد ما تخلص بتبقى حلوة جدا. شايفين كمان شكلها وهي بتتنقش حلوة ازاي. احنا بننقشها. بصوا اهي جميل ازاي. شايفين الجمال. اهي بقربها لكم كده من الكاميرا عشان تشوفوها. وبعملها كمان واحدة اهي فرع الشجرة كمان اهي يا حبايبي. طبعا بتعملوا الشكل اللي انتوا عايزينه زي ما قلت لكم. لو مستعجلين تعملوا بالبصامة،
او مثلا في حد مثلا يعني بنعمل لوحدينا او حاجة، البصامة سريعة جدا ما بتاخدش وقت وفي ثواني تكوني مخلصة. شايفين النقشة جميلة اهي. هنا برضو كنا خلصنا كيلو الكحك اللي معانا وعملنا الاشكال اللي انتوا شايفينها دي، 6 اشكال اهوت من الايه، من الكحك او من نقش الكحك. الله على الجمال. هنجيب بقى كده الصينية. طبعا الكحك بقى كان في ايديا كده حبايبي زي ما انتوا شايفين. بصوا اهو، معرفتش بقى احط الكحكايه كده ايه، كانت اتقلبت فايه فهعدلها. عادي خالص بالراحة، واحدة واحدة اهوت، وبنعمل مع بعض. طبعا هرصهم بس ايه، حبيت كده ايه اللي انا اوريكم الاشكال وتشوفوا جمال الكحك وحلاوته، وهتشوفوه كده بعد برضو ما يطلع من الفرن وسواه جميل. الله على الجمال. برص هنا بقى، هنا الصينية مولعين طبعا الفرن. طبعا اول ما بنخلص الكحك او بنخلص تشكيله بيتخبز على طول، يعني ما بنسيبهوش فترة ولا يخمر عشان مثلا نقول في خميرة، لا احنا مسافة كده او اول كده ما نخلص على طول تشكيل الكحك او نقش الكحك نخبز الكحك على طول في الفرن. وهتشوفوه برضو هو كده في الفرن بيستوي معانا واخد اللون الجميل اهو. شايفين بقى الصينية كده بعد ما طلعت معانا، عفوا بعد ما رصيتها. وهنا اهوت كان طبعا الفرن يخلصنا الكمية اللي معانا اللي هو كيلو الدقيق. مولعين بقى كده الفرن يسخن معانا وندخل بقى ايه الكحك اهوت يا حبايبي في الفرن اهوت، وبياخد لون معانا جميل اهوت، الدهب الفاتح الجميل زي ما انتوا شايفين يا احلى متابعين. وهنا خلصنا كمية الكحك يبرد طبعا، وبعد كده بقى نحط بقى السكر، حابين نشيله كده ونحط سكر عند التقديم زي ما انتوا عايزين وزي ما تحبوا. بس اهم حاجة لما نشيله او مثلا نعبيه في العلب ان بعد ما يبرد تماما، شايفين الذوبان وحلاوة الكحك، الله وريحته الجميلة. الله على الجمال. كده حبايبي بقى نكون خلصنا فيديو النهاردة. لايك وشير يا احلى متابعين في الدنيا مع احلى كحك الدايب دوب.